لما تبدأ رحلتك في تطوير نفسك مش الهدف إنك تتحمس قوي وتبقى عايز تحكي لكل الناس عن خططك اللي جاية والتقدم اللي بتعمله. الحقيقة ده مش دايما أحسن حاجة تعملها، وساعات الموضوع ده ممكن يضرك ويعطلك بدل ما يفيدك. في الفيديو ده هنتكلم ليه مش دايما أحسن حاجة تحكي لأصحابك عن رحلة تطوير نفسك. أول نقطة وهم التقدم. عمرك قلت للناس إنك هتبدأ تتمرن وتظبط جسمك وبعد كده ما عملتش حاجة؟ ده بيحصل كتير جدا. الدراسات بتقول إن لما نتكلم عن أهدافنا قدام الناس مخنا ساعات بيتلخبط بين الكلام والفعل، ونحس كأننا فعلا عملنا اللي بنخطط له، وساعتها الحماس بيروح. ليه بيحصل كده؟ عشان الدوبامين. لما نحكي للناس عن أهدافنا وياخدونا بالحضن أو يشجعونا، مخنا بياخد جرعة صغيرة من السعادة وكأننا حققنا الإنجاز فعلا، وده بيخلينا نركن وما نكملش. فالمرة الجاية اللي تحب تعلن فيها إنك داخل على دايت جديد وهتوصل لل10% دهون، جرب تحتفظ بالخطة دي لنفسك. النقطة التانية، المبشر المزعج. أكيد تعرف الشخص اللي أول ما يدخل في حاجة جديدة بيعيش الدور جامد. كل كلامه بيبقى عن إنه بيصحى 5 الفجر وبيستحمى ب100 سكعة وإزاي هو ملتزم وعظيم. بصراحة ده بيبقى مزعج للناس حواليه. في فرق بين إنك تشارك حماسك وبين إنك تتحول لشخص بيحشر نفسه في حياة الناس. فعالم تطوير النفس طبيعي تحب تشارك كل حاجة جديدة بتتعلمها، بس لازم تتحكم شوية وتختار الوقت المناسب. لو حد سألك عن عاداتك الجديدة شاركها براحتك، بس ما تهاجمش صحابك ولا تنتقد كل حاجة بيعملوها. الطريقة دي هتخليك تخسر ناس كتير وتبقى شخص تقيل. النقطة الثالثة، الفعل يغني عن الكلام. أصحابك كمان عايزين يطوروا نفسهم ويبقوا أحسن، وده طبيعي، بس بدل ما تقولهم كل خطوة بتعملها خليه للنتائج هي اللي تتكلم. مفيش حاجة ملهمة أكتر من إنك تشوف واحد صاحبك جسمه بقى مظبوط، ولا واحد بقى واثق في نفسه، أو واحد تعلم حاجة جديدة، وكل ده من غير ما يتكلم عن نفسه. الفعل أقوى من الكلام، ولما الناس تشوف التغييرات عليك هيبقى ليك تأثير إيجابي عليهم من غير ما تبذل مجهود. الخلاصة، خططك وأهدافك خليها بينك وبين نفسك. الدافع الداخلي هو الأساس. لما تكون عايز تطور نفسك عشان انت فعلا مؤمن بالقيمة دي، التطوير ده بيكون أصدق وأطول. احنا مش بنشتغل على نفسنا عشان الناس تسقف لنا أو نرضي المجتمع، لكن عشان ده نابع من جوانا ومن قيمنا الحقيقية.